احنا دلوقتي في زمن كترت فيه الروايات المختلفة، واتسللت القصص المفبركة للعقول من غير استئذان. مش مهم الحقيقة تبقى شرط، لا، ده الواقع بالخيال بمنطق زائف، كله عايز ترند. حتى باتت الشخصيات التاريخية والأدبية مادة سهلة للاستغلال الرقمي. أكبر قصة بتتداول حكاية جمعت بين اتنين من الرموز: مفكر كبير عباس محمود العقاد ورائد فن المونولوج شكوكو محمود شكوكو. القصة بتقول ايه بقى؟ بتقول ان احد الصحفيين سأل المفكر الكبير عباس محمود العقاد عن رأيه في محمود شكوكو، رائد فن المونولوج. فقال له: من شكوكو هذا؟ خد بالك، العقاد هيقول كده: من شكوكو هذا؟ فالصحفي نقل القصة دي، شوف الفبركة يعني. الصحفي نقل القصة دي لشكوكو. طب شكوكو يقول ايه بقى؟ قال له: قول للعقاد ينزل الشارع معايا ونشوف الناس هتعرف مين فينا، هتعرف شكوكو ولا العقاد؟ طبعا العقاد في القصة المفبركة مش هيسكت. قال له: لا، خليه ينزل بالرصيف بالزعبوط والعصا والجلباب البلدي اللي هو كان دايما بيظهر بيهم، وخلي راقصة درجة تالتة تقدم فقراتها، وشوف الناس هتشوف شكوكو ولا هتتجمع حوالين الرقاصة. قصة مفبركة رغم انها طريفة وتماسكها سردي جميل، لكنها تفتقر لأي دليل موثق، وكمان منافية لطبيعة العقاد الفكرية المتحفظة وشخصيته التي لا تنساق لمثل هذا النوع من السجال الشعبي. هو أيضا مع شخصية محمود شكوكو، وإن امتلك شعبية جارفة، لكن ما تعرفش عنه إنه بيخوض في معارك لفظية على هذا النحو. قصة نموذجية لظاهرة الحكايات التي تصاغ بإتقان شديد جدا، إتقان شديد جدا، عشان تصدقها مش عشان هي صحيحة. أعتقد وهذا يعني موثق أن العقاد لا يهدر وقته في هذا النوع من المجادلات، ولا شكوك صاحب الشعبية الأصلية كان بحاجة إلى مواجهة وهمية لإثبات مكانته. لكن منصات التواصل الاجتماعي لا تنتظر توثيقا، يكفيها قصة طريفة كي تنتشر، وهكذا يصبح التراث الثقافي رهينة من يرويه أولا لا من عاشه فعلا. حبيت أقول لك على قصة مفبركة. تحياتي.